كانت يهودية الأصل وأسلمت في مشيخة الأزهر. هنا عاشت الجميلة ليلى مراد في شارع من شوارع جاردن سيتي اسمه شارع الفسقية، ودي العمارة اللي كانت ساكنة فيها في الدور الثاني. عايزة أقول لكم العمارة كبيرة جدا وحلوة قوي الصراحة، وشارع هادي كله أشجار، حاجة كده يعني راقية جدا جدا. العمارة حتى من جوه هتحسوا ان انتوا اصلا داخلين فندق، ومقسومة لجزئين، وتلاقوا مكتوب يافطتين كده، الجناح اليمين والجناح الشمال. في 4 اسانسير من الاسانسيرات برضو القديمة الجميلة اللي احنا الحاجات الفينتج اللي احنا بنحبها دي. يافطة هنا عاش كانت موجودة، وزي ما انتوا شايفين اتسرقت، الجزء النحاس بس هو اللي اتسرق. وعاشت في العمارة دي مع زوجها فطين عبد الوهاب وابنها زكي فطين عبد الوهاب لحد ما توفت. واللي عايش في الشقة دلوقتي ست جميلة اشترت الشقة ولسه محتفظة بكل حاجات ليلى مراد لحد دلوقتي، ومعلقة صورها وحاطة ديكورات بتاعت ليلى مراد، محتفظة بكل حاجة. ما يعني أنا نفسي اللي يشتري شقق الفنانين يعمل زي ما هي عملت كده. وعلى فكرة تصور هنا فيلم من أجمل الأفلام المصرية الأبيض وأسود، فيلم لعماد حمدي اسمه حياة أو موت، وجملته الشهيرة الدواء فيه صم قاتل. مش في الشارع، هو اتصور في جزء من الشارع بس مدخل العمارة كان متصور، كان الأساسي في اللقطة اللي كانت البنت بتجري فيها. ليلى مراد اسمها الحقيقي ليليان زكي إبراهيم مردخاي، يهودية الأصل، كانت بتنتمي لأسرة يهودية من الأب والأم، وأخوها الملحن الكبير منير مراد. أما عن قصة إشهار إسلامها في مشيخة الأزهر، بص يا سيدي، ليلى مراد وأنور وجدي مثلوا أفلام كتير مع بعض زي ما كلنا شفنا، وفي فيلم ليلى بنت الفقراء كانوا برضو بيمثلوا مع بعض، واتجوزوا أثناء الفيلم. ولما اتجوزوا عاشوا في عمارة الإيموبيليا اللي في وسط البلد. وفي سنة من السنين صحيت ليلى مراد في رمضان على صوت أذان الفجر. صحت أنور وجدي وقالت له النهارده صوت الأذان حلو قوي. فأنور وجدي ما كانش مركز معاها قوي، قالت له قوم يا أنور أنا عايزة أشهر إسلامي النهارده. وفعلا خدها أنور وجدي لمشيخة الأزهر، وأشهرت ليلى مراد إسلامها سنة 1943 في مشيخة الأزهر على يد الشيخ محمود أبو العيون رحمه الله، وعلمها كمان أصول الدين، وفضلت على الدين الإسلامي لحد ما توفت. وعملت مائدة رحمن كبيرة في رمضان في شارع شريف بوسط البلد. وانفصلت ليلى مراد عن أنور وجدي بعد زواج تم 8 سنوات، وبعدها بكذا سنة اتجوزت الضابط وجيه أباظة وخلفت منه أشرف أباظة. وبعد ما خلفت اعتزلت الفن سنة 1953. كان لسه يعني يعتبر في عز شبابها وفي عز مجدها الفني، سابت كل ده واتفرغت لتربية ابنها. وبعد كذا سنة انفصلت من الضابط وجيه أباظة واتجوزت فطين عبد الوهاب، خلفت منه زكي فطين عبد الوهاب اللي لسه متوفي قريب جدا سنة 2022. انفصلت ليلى مراد عن فطين عبد الوهاب بعد جواز دام 11 سنة، توفت سنة 1995. رحم الله الفنانة الجميلة ليلى مراد. القصر اللي ورايا ده عمره أكتر من 150 سنة، عبارة عن تحفة معمارية. أنا هوريه لكم دلوقتي عشان تشوفوا التفاصيل بتاعته والتماثيل اللي معمولة في القصر. القصر ده اتصور فيها فيلم مهم جدا، فيلم غروب وشروق. لقطات القصر اللي كانت جوه دي كلها متصورة في القصر ده. لو اتفرجتوا على الفيلم تاني هتعرفوا القصر من جوه عامل ازاي، واكيد ليه قصة وحكاية. بتاع مين وحكايته ايه ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ايه رأيكم نتفرجوا عليه ونعرف قصته وحكايته ايه؟ يلا بينا. القصر ده حكايته حكاية، اسمعها للآخر عشان هتعجبك قوي. القصر ده كان ملك الفؤاد باشا سراج، بس في الأساس كان ملك كارل بيرلي. مين كارل بيرلي ده؟ بص يا سيدي، ده كان مؤسس بنك كريدي فرانسي إيجيبسيان، وده كان أول بنك تمويل عقاري في مصر. علشان كده كان من السهل إنه يشتري أرض من شركة النيل للأراضي الزراعية، فاشترى الأرض اللي في جاردن سيتي دي. وفي سنة 1905 كلف المهندس الإيطالي كارلو برامبوليني بتصميم القصر، وانتقل بيرلي للقصر سنة 1908 علشان يعيش فيه. يعني تقريبا عمره 120 سنة مش 150 زي ما قلت لكم. لكن للأسف كان حظه وحش وملحقش يستمتع بالقصر، ومات بعد ما اتنقل للقصر ب3 أيام بس بأزمة قلبية. وبناته الاتنين أجروه للسفارة الألمانية. وبعد الحرب العالمية الأولى تم وضع القصر تحت الحراسة لأول مرة ضمن أملاك الحكومة الألمانية. وفي سنة 1919 اترفعت الحراسة عن القصر، واشتريته سيدة سويدية وعاشت فيه وحولته لمدرسة داخلية. وفي سنة 1930 اشترى القصر سراج الدين باشا شاهين واداه هدية لزوجته. هدايا بشوات بقى يا سيدي، وده علشان مرور 25 سنة على زواجهم.
ومات شاهين باشا سنة 1954، واللي ورث القصر ابنه الكبير فؤاد باشا سراج الدين. فؤاد باشا سراج ده بقى يا سيدي كان زعيم حزب الوفد، واستخدم القصر كمقر سري لحزب الوفد، وكمان كان يعتبر بيت العيلة لأنه كان بيتعمل فيه مناسبات العيلة من أفراح وأعياد ميلاد. مش بس كده، ده كانت أم كلثوم بنفسها بتعمل حفلات فيه. وزي ما قلت لكم إن القصر ده اتصور فيه الفيلم السياسي غروب وشروق، اللي كان بيحكي عن ثورة 1952، واللي قام ببطولته العمالقة محمود المليجي ورشدي أباظة وسعاد حسني. ولما عرفت قصة القصر حسيت إن أحداث الفيلم كانت لايقة قوي على مكان التصوير في القصر. وفضل فؤاد باشا سراج عايش في القصر لحد ما توفى سنة 2000. القصر دلوقتي فاضي ومهجور زي ما انتوا شايفين، بس بيمتلكه واحد من الأسرة الحاكمة في قطر، اشتراه بقيمة 180 مليون جنيه. القصر مبني على مساحة 1800 متر، بيتكون من دورين وفيه 16 أوضة. والمبنى ده مبنى السلاملك اللي كان بيقيم فيه المربية وأطفال العيلة لحد سن 10 سنين، والأطفال كانوا بيتعلموا فيه آداب المائدة والحديث وتهيئتهم للإقامة في القصر. ده بقى يا سيدي كان مزراب الصرف. انتوا متخيلين الجمال؟ ده تحفة لوحده يعني. مزراب الصرف ده احنا متعودين على ماسورة، لا ده كان ماسورة وفي الآخر فيه شكل أسد وحاجة كده، يعني فن إيطالي ملناش دعوة بيه. اللي ورايا دي أشهر عمارة سكنية موجودة في جاردن سيتي. ليه أشهر عمارة سكنية؟ لأنها أطول عمارة موجودة في الحي كله، عمارة بيلمونت. ليه اتسمت ببيلمونت؟ لأن كان فيه ماركة زمان اسمها سجاير بيلمونت، وكان الإعلان بتاعها أعلى العمارة خالص، فعلشان كده اتسمت عمارة بيلمونت. العمارة دي مكونة من 35 دور. انتوا متخيلين 35 دور؟ يعني أنا مش متخيلة أعيش في الدور العاشر، أنا مستحيل إن أنا أعيش في العمارة دي لو ادوني الشقة ببلاش كده. عمارة طويلة جدا، يعني أنا مش عارفة يعني. طب لو النور قطع أعمل إيه؟ لو حاجه حصلت عايز اجري اعمل ايه؟ فلا لا لا، الموضوع يعني قلبه جامد قوي اللي عايش في الدور ال 35 وال 20 وال 10 كمان. المهم بقى، العماره دي اتبنت سنه 1958، يعني تقريبا من 66 سنه، واللي نفذ تصميم العماره هو المهندس نعوم شبيب. نعوم شبيب ده اللي برضو اللي عمل برج القاهره، وليه اعمال تانية كتير في مصر وبره مصر. عايزه اقول لكم بقى ان الدفاع المدني وقتها ما كانش محبذ قوي فكره ال 35 دور. جاردن سيتي كل العمارات اللي فيها او المباني اللي فيها صغيره على هيئه فيلل، لكن العماره تتبني بالمنظر ده كان ريسك كبير قوي ان هم ياخدوه، لان لو حصل حريق لا قدر الله مفيش سلالم تطلع للادوار دي اللي هي سلالم عربيه الحريق، لان الادوار فعلا وليهم حق، يعني الادوار فعلا عاليه جدا. وكذلك مرفق المياه، لان المياه زمان كانت بتشتغل بالضخ، ما كانش فيه طلمبات، فكانت الميه هتطلع للاخر ازاي؟ المهم العماره اتبنت، ولحد دلوقتي الحمد لله لا حصل حريق ولا حصل اي حاجه، وهي زي الفل، والسكان ما زالوا ساكنين فيها. قلنا العماره وقتها بقى تكلف كام؟ 300,000 جنيه. 300,000 جنيه من 66 سنه كان رقم كبير جدا على فكره، والايجار كان 30 جنيه، وطبعا كان ايجار قديم اللي هو ممكن لحد دلوقتي هتلاقوا اسعاره اي كلام. انتوا متخيلين العماره اصلا على النيل وموقعها مميز جدا واشهر عماره، وتلاقوا مثلا الايجار فيها 50 جنيه مثلا. فطبعا والله لو ادوها لي ببلاش ما اسكن فيها، عشان تبقوا فاهمين، او يدوني الدور الاول ما عنديش مشكله خالص. يا ترى مين بنى حي جاردن سيتي وخلاه قمر كده؟ ايه رايكم اخدكم في جوله صباحيه افرجكم على شوارع جاردن سيتي واحكي لكم حكايه الحي اللي اتحول من برك ومستنقعات لسكن البشوات والامراء؟ يلا بينا. جاردن سيتي كانت عباره عن جزيره في وسط النيل مليانه برك ومستنقعات، لكن اتحولت لحي راقي كل اشجار. ده حصل ازاي؟ بص يا سيدي، جاردن سيتي دي من ايام المماليك. جه السلطان الناصر محمد ابن قلاوون وحول البرك والمستنقعات دي لميدان اسمه ميدان الناصري على اسمه يعني، وزرع فيه اشجار كتير وعمل طرق وسط النيل وحدائق سماها بساتين الخشاب. افتتح الميدان ده سنة 1318، ومن حبه في الخيل اتعمل في الميدان ده عروض وسباقات للخيل كتير جدا. وبعد ما مات السلطان قلاوون المنطقة دي أهملت تماما لحد سنة 1820. جه إبراهيم باشا ابن محمد علي بنى القصر العالي، وده كان أول قصر اتبنى في جاردن سيتي، وكان على مساحة كبيرة جدا. واشتهر القصر ده بقصر المشورة، لأن إبراهيم باشا
عقد فيه أول مجلس المشورة سنة 1829. وبعد وفاة إبراهيم باشا جه بقى عباس حلمي الأول اللي حكم مصر وقتها، وأهدى القصر العالي للأمير إسماعيل اللي هو الخديوي إسماعيل بعد كده. فالأمير إسماعيل أهداه للوالدة باشا اللي هي خوشيار هانم. وفي سنة 1863 لما حكم الخديوي إسماعيل مصر قرر إنه يبني في منطقة جاردن سيتي قصور فخمة على امتداد كورنيش النيل ضمن مشروع القاهرة الخديوية. ومن ضمن القصور دي قصر الدبارة وقصر فخري باشا والأميرة شويكار، وكلهم كانوا خليط من المعمار الفرنسي والإسلامي والإيطالي. بصراحة كان نفسي أصور لكم القصور دي، لكن اللي منها تحول فندق واللي منها سفارة، فكان صعب جدا إن أنا أصورهم بصراحة. المهم يا سيدي بقى، بعد ما بنى القصور دي حب يبني سرايا الإسماعيلية الكبرى والصغرى، اللي بالمناسبة الصغرى مكانها دلوقتي مجمع التحرير. وبعد ما بنى سور السرايا اتكلفت مبلغ كبير جدا، وبعدها كترت الديون على مصر واتعزل الخديوي اسماعيل واتنفى بره البلاد. وفي سنة 1906 هنا بقى كانت بداية حي جاردن سيتي على ايد مين؟ على ايد الخديوي عباس حلمي الثاني، لما قرر تأسيس الحي على هيئة مدن حدائقية اللي كانت منتشرة في أوروبا في أوائل القرن العشرين. فباع القصر العالي لشركة شارل ماكس. شارل ماكس هدمت القصر ده وقسمت مساحته لأراضي علشان يتبني عليها فيلل وقصور، وبرضه على نفس طراز القاهرة الخديوية اللي هو الخليط الفرنسي مع الإيطالي مع الإسلامي. وبقت جاردن سيتي سكن للطبقة الأرستقراطية من الأمراء والسفراء. جاردن سيتي مشهورة بكثرة الأشجار والنباتات، خصوصا شجر الكافور، ما هي جزيرة على النيل بقى، علشان كده اتسمت بجاردن سيتي. والمباني اللي فيها واخدة طراز الكلاسيك والأرت ديكو. بصراحة طول ما أنا ماشية كنت مبسوطة جدا لأني بحب النوع ده من المباني أصلا. وانت ماشي في شوارع جاردن سيتي هتحس براحة نفسية كده ومش هتزهق طول ما انت ماشي. ليها حق يتعمل مسلسل باسمها هوانم جاردن سيتي. وعلى فكرة في ممثلين كتير عايشوا في جاردن سيتي زي ليلى مراد، وكمان نادية لطفي كانت عايشة هناك، ومحمد فوزي، وكتير من الممثلين كانوا عايشين هناك. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوته. دي كانت حكايه النهارده في حي جاردن سيتي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفاد، وتستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.